ازيكم عاملين ايه؟ مرحبتين ومرحبا. عملنا احلى 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 كفتة زي ما انتم شايفين كده. بصوا، عايزه اقول لكم ان بجد طعمها كان يجنن. شايفين الايدين الصغيره مش صابرين، ما عندهمش صبر. انا عملت من ربع فرخه. اخدت كده نص الصدر، عملت بيه احلى شويه كفته. بصوا بقى، اولا انا ما عنديش كبه، ما عنديش مفرمه، ما عنديش الحاجات دي كلها. وطبعا في الارياف انه يعني ايه، ازاي انت ما عندكيش الحاجات دي؟ فاهمين؟ فانا قلت هتصرف يعني، فجبت المبشره بتاعتي وجبت ربع الفرخه متلج. ها، تخيلوا بقى ان انتوا ماسكين حته تلج في ايديكم في الجو ده. فضلت بقى ايه زي ما انتوا شايفين كده، حتتك باتتك خلصت عليها كلها. تمام. هي فكره كده طقت في دماغي، انا قلت يعني ايه، هجرب. شايفين؟ طب والله العظيم حلو. لا لا لا، ننفع نتصرف. هنكمل بقى. بصوا، هي الفكرة كده ايه، طقت في دماغي فقمت عملتها. عايزين كفتة عايزين كفتة، ومفيش جنبنا حد ان هو يفرم مثلا، جزار هيفرم نص فرخة او صدر فرخة او كده يعني، لا مفيش الكلام ده. وهنا بقى ابتدينا ان احنا نجهز الكفتة بتاعتنا. ده طبعا ربع صدر فرخة، عليه معلقة نشا اللي عندي. هو النشا بس عشان يخليها تمسك شوية. ده نص ربطة خضرة، والخضرة معايا جت كتيرة سنة بس مش مشكلة يعني. نص ربطة خضرة على فص توم، وضربتهم في الخلاط وصفيتهم. بصلتين بشرتهم برضو، وهنصفي المية بتاعتهم كويس. آه طول ما انت عندك بقى ايه، فراخ، اي حاجات من دي، فكري. هو بصراحة انا اول مرة اعمل كفتة فراخ، بس بصراحة طلعت حلوة. انا كنت دايما بجيب اللحمة مفرومة جاهزة واعملها. هنصفي طبعا البصلة كويس خالص من المية. المية ديت ممكن ما ترميهاش، حطيها في اكل الطيور. اعملي بها بقى الماسكات اللي بيعملوها دي، مش عارفة، المهم اتصرفي. معانا بقى بهارات ملح وكمون وفلفل وبهارات فراخ. لو عندك بقى جوز الطيب حطي. لو عندك بقى الحاجات اللي هي التوم باودر وبصل باودر والكلام ده، انا عندي بس مش بحب التوم باودر والبصل باودر، لا انا يعني مش بحب احطهم في الكفتة بالذات. هنقلب بقى طبعا كويس. ما تكتريش الملح، عشان لو محتاجة ملح تحطي، لكن لو كترت ملح هتقلليه ازاي؟ قلبي بقى كويس كده. بصي، فكري، دوري، شوفي ايه اللي عندك واعمليه. ما اصل هما مش كل يوم هيبقوا عايزين طبيخ، كل يوم عايزين لحمة مسلوقة كده يعني. هنا كان الملح قليل شوية، ورحت اجيب شوية ملح. طبعا انا بجهز كل حاجتي وما عنديش مكان في المطبخ ان انا اصور عليه، فبجيب كل حاجتي هنا على الطبلية يعني. عادي عادي. رشة ملح اهيت. بصي بقى، يعني مش هنقول بقى الطعم والكلام، لا، الريحة بس وهي نية تحفة. هي ادتني لون اخضر شوية، بس لما طابت بقت حكاية. معانا بقى هنا في الصينية دي شوية زيت صغيرين. هنقلبهم نفردهم في الصينية كلها كده. حد هيقول بايديك؟ اه عادي بايدي. معانا هنا بصلاية كبيرة، زي ما انتم شايفين كده، خرطناها زي ما انتم شايفين، وقرن فلفل كبير وطماطمية كبيرة. دول هيحموا الكفتة من ان هي تلزق في الصينية. دول بمعنى اصح ان هم هياخدوا الايه الصدمة مكان الكفتة. في الاول انا قلت ايه، اعملها على شوكة كده للي ما بيعرفوش إيه ان هم يعملوا صوابع كفتة.
بس اتضح ان بايدي احلى بصراحة. اعذرونا على الاصوات. هتعملي كده، ده لو حباها بالشوكة او باي حاجة عندك يعني. ولو عندك العيدان اللي هي بتاعة الشيش طاووق دي، الخشب دي، برضو اعملي عليها عادي مفيش مشكلة. العيدان التخينة. اعذرونا على الصوت يا جماعة، معلش. آه، هتخلصي بقى الكمية كلها كده زي ما انتوا شايفين. لو حابة تحطي بهارات للحاجات اللي تحت ديت عادي مفيش مشكلة، بس انا يعني عادي لان هي مش هتتاكل. هي طبقة حماية للكفتة زي انا ما قلت. بالظبط كده. بصوا انا عايزه اقول لكم ان يعني طول ما بيتك فيه خير. انا بربي الفراخ عامه يعني، فبعمل منها بشكل منها كل حاجه بقى. لما باجي اذبح بعمل شاورما، بعمل بانيه. اللهم صل على النبي. هو فين اللايك يا جماعه؟ معلش. فين الكومنت؟ طيب فين الاشتراك في القناه؟ آه بعمل دبابيس لوحدها. بعمل يعني بقطعها بحيث ان انا ايه اشكل كذا وجبة من الفرخة الواحدة. ومش بربي كتير، انا بجيب كل مرة 5 10 كده يعني. طبعا لان الاكل غالي يعني. وسعي كده وظبطي امورك كده. ايوه بالظبط. طبعا الفرن احنا ابتدينا شغلناه على درجة حرارة متوسطة عشان تطيب كويس. بصي بقى الكفتة، التركية بتاعت النشا عشان الكفتة ما تسيبش منك. تمام. انا بعملها في الفراخ بس، او عملتها في الفراخ بس، لان الكفتة باللحمة بتبقى حلوة بصراحة يعني، بتبقى ماسكة نفسها. فاضل معانا صباعين. هي راحت فين دي؟ تعالي يا اختي. ايوه كده، يلا كملي. بصوا يا جماعة، محدش يقول انت بتعملي حاجة بايدك ليه، لان والله انا ببقى غسلاها بديتول يعني. يعني حريصة ان كل حاجة تبقى نظيفة زي ما انتوا شايفين كده. الاطباق نظيفة، الصواني نظيفة، كل حاجة نظيفة عشان عيالي بس مش اكتر يعني. معايا في ايدي اخر صباع. هي كده عملت 8 صوابع على فكرة. هما 8 صوابع طوال، مش صغنطاطين كده. ايوه. بصوا بقى يعني انا هسيب اللوحة الفنية دي تتحدث عن نفسها. وهعرفكم بيها تاني. يعني ربع فرخة، نص ربطة خضرة، وقلله كمان لان هي جت معايا خضرة شوية. معلقة نشا. بصوا بقى هنا العظمة تتحدث. الشيبسي انا اللي عاملاه يا جماعة والله، مش شارياه، وهقول لكم على طريقته في فيديو تاني. سلطة الطحينة برضو انا اللي عاملاها مش شارياها، وهقول لكم برضو على طريقتها في فيديو تاني. وهنا بقى نسمي وندوق بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. والمخلل برضو انا اللي عاملاه. وانتظروني في كل جديد. آه بصوا هما ولادي بيحبوا ياكلوها كده بصراحة يعني. الشيبسي مقرمش وجميل وناشف، احلى من اللي بيتباع. وعليه الطحينة. وده طبعا عيش بلدي طري. اللي معرفش ده ايه، ده عيش بلدي طري. احنا بنخبزه في الفرن البلدي اللي هو بيتخبز بالحطب والقش والكلام ده. عظمة. اقسم بالله عظمة، عظمة العظمة. هنعمل طبعا التاني. هننزل بالشيبسي. بصوا انا عايزه اقول لكم بس الريحه كفايه الشكل. الطعم انا اقدر اوصفه لكم بصراحه. الطعم خطير. قرمشه الشيبسي، شطشط الطحينه. لا بامانه بامانه، تسلم ايدي. تسلم ايدي، تسلم ايدي. لحد دلوقتي ما شفتش اي لايكات. فين الكومنتات؟ فين اشتراك في القناه؟ شايفين القرمشه؟ اقسم بالله حكايه. ومفيش واحده طريه يعني، بجد بجد.
استحق مصنع شيبسي، استحق ان يتفتح لي مصنع شيبسي. سلطة الطحينة برضو من المكونات من البيت برضو، والمخلل انا اللي عاملاه. واتفضلوا بألف هنا، وانتظرونا في كل جديد. وزي ما قلت لكم اوعوا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله.